السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيتو بيصبح وبيمسي وبيحيي كل اخواته. يا مساء السعادة والروقان على كل متضايق وزهقان، يا رب تكونوا بخير وطيبين واشوفكم مبسوطين وفي سعادة متهنين وفي الهم منسين. قولوا امين. صلى على النبي كده. مصليش على النبي ليه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النهاردة جاي اتكلم عن كذا حد يعني تم إدانته. آخرهم صوفيا لورين، وقبليهم عدى الأدهم وحنين حسام وروكي أحمد بتعدش. هدير عبد الرازق. وطبعا آخرهم اللي هي ضيفة الحلقة بتاعت النهاردة، كائن النوتيلا، او زي ما بيسموها كده وحش الكون وبناتها يعني. فكانت بتستخدم بناتها في الفسق والفجور. ف فمش عارف احنا في اخر الزمان ولا ايه، في فتنة المسيح الدجال او المسيح الدجال ايا كان المسمى او الاعتقاد. آه، احنا خلاص بوخنا للدرجة دي يعني. بقى بيع الأعراض بقى عادي، والنفاق بقى عادي، والهرج والمرج عادي، وقلة الدين بقت عادي. كله كده بقى عادي يعني. حتى سيل الدم اللي بيروح ده بقى عادي يعني. انت خلاص كده ده مرتاح يعني، ما بينغص عليك حياتك كده، ضميرك ما بيتابعكش. يا جدع ده الواحد لما بيقع منه فلوس ولا بيحصل له أي حاجة، حد ضايقه مثلا بكلمة، ولا أثر في حق حد، ولا ظلم حد، بيبقى خلاص تعبان، حاسس إن هو يعني عمل ذنب كبير. أصل إنك أنت تموت إنسانيتك دي حاجة مش لطيفة ومش صح ومش فطرة الإنسان من الأساس. وارجع واقول لكم برضو يعني، الموضوع كان نوتيلا او غيرها او غيرها. الموضوع بقى بيدوروا على الربح السريع، وخصوصا ان الشغل مبقاش مجزي. انت فاهمني؟ حاجة بتجيب فلوس وكده. انا مش ببرر، ممكن يكون فقر، وممكن يكون مشاكل نفسية، ان البنات دي او الزوجة دي وبناتها منفصلين عن الراجل، ومش لاقيين اللي يعولهم، او مش لاقيين شغل مناسب، او الله اعلم. انا حبيت ان انا اتكلم بكل حيادية بكل انصاف، على قد ما اقدر يعني، او على قد قدرتي، توفيق ربنا. وبس كده يعني. انت لو حابب برضو تقول رأيك، قول يا برنس الليالي او برنسيسة الدنيا. وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك وفعل الجرس، لايك ورأيك في تعليق شير. ومتنساش تدعي لإخواتنا العزاز، ربنا ينصفهم وينصرهم على مين يعاديهم. إخواتنا 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 في أي مكان، طالما بينصفوا العدل، وطالما بيدوروا على حقوقهم. أشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. سلام.